تحياتي كل المشاهدين لمقدم الحصه وللمحللين. ثانيا الحمد لله التأهل تاع اليوم بمنتهى اللي كان مستحق. كنا نتوقع صعوبه المباراه. فريق النصر كان لعب كل حظوظه في هذا الموسم. المباراه اللي كانت اخر حظوظ تاعو في هذا الموسم، مثل الغريق يعني اللي راه يتخبط باش يخرج من الازمه اللي راه فيها. طلبت من اللاعبين تاعي الحذر، طلبت منهم تركيز جيد في المباراه، طلبت منهم انه المباراه راح تكون يعني رده الفعل تاع فريق النصر راح تكون قويه، وهذا اللي شفناه في المباراه. المباراه ما كانت سهله. فيما يخص مجريات المباراه نظن باللي الحمد لله دخلنا المباراه جيدا. في اول ربع ساعه سجلنا هدفين، بعدها شفنا بعض التاريخي يعني من الفريق تاعي بعد الهدف الثاني حتى نهايه الشوط الاول شفنا بعض التاريخي، رجعنا للوراء، اصبحنا يعني ما نبحثش على الهدف، اصبحنا كل مره نمسك الكره نعمل الاستحواذ بدون ان نلعب في العمق الخصم. الشوط الثاني عدلنا في خاصه في النظام اللعب تاعنا، اصبحنا نلعبوا كثير مهاجمين وين يعني كانت الامور مضبوطه تقريبا من الناحيه التكتيكيه. نشكر اللاعبين على الاداء تاعهم، نشكرهم على الروح على الاراده هذه. الحمد لله مثل ما قلت الحمد لله اليوم رانا في النصف النهائي. ان شاء الله نطمح ان نكون ان شاء الله مباراه جايه ان شاء الله نكون في النهائي وننافس على هذا المنافسه.